أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. دي بداية القصة. بداية القصة في سورة مريم، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا عن عبده زكريا اللي نادى ربنا نداء خفي، يعني محدش شافه. في آيات في سورة آل عمران بتشرح هو إمتى نادى النداء الخفي ده، وده بيفسر ليه بداية سورة مريم بادية بقصة سيدنا زكريا وسيدنا يحيى، اللي هي وكفلها زكريا سورة آل عمران. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ منين ده يا مريم؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. دي سورة آل عمران. هنالك يعني في نفس المكان والزمان ده دعا زكريا ربه رب هب لي ذرية طيبة. يعني لما سيدنا زكريا شاف المعجزة بتحصل مع ستنا مريم جه في نفسه انه يطلب من ربنا سبحانه وتعالى معجزة، فعشان كده نادى ربه نداء خفي رب إني وهن العظم مني. شوف الأدب في الطلب مع الله، هو ما بدأش بيقول الحاجة اللي هو عايزها الأول، هو بيوصف حاله. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. لا، أنا مش بدعي عشان معترض على أمر الله سبحانه وتعالى، أنا بدعي طلب لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. وإني خفت الموالي من ورائي. لاحظ لحد دلوقتي هو ما طلبش هو عايز ايه، هو لسه بيشرح هو مشكلته ايه. أنا خايف على الموالي اللي من ورايا، وكانت امرأتي عاقرة، وامرأتي ما بتخلفش، فهب لي هب لي هب لي اهديني. بيطلب هدية هبة، فهب لي من لدنك وليا. ليه بقى؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هو لسه ربنا ما استجابلوش الطلب، بس من إيمانه بربنا وهو بيطلبها بيطلب كمان إنه يكون راضي. فجات الإجابة على طول: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. شوف التكريم، ربنا بشره بولد اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يعني من جمال التكريم إن ربنا لما أهداه الهدية اللي هو طلبها سماله الهدية وسماها سيدنا يحيى على من مشتقة من الحياة، وكان أول واحد يتسمى سيدنا يحيى. شوف التكريم، تطلب من ربنا هدية ابن وانت عجوز ومراتك عجوز وانتوا الاتنين ما بتخلفوش، فمش بس تاخد الابن، لا ده ربنا بيقول لك قبل ما تحصل ان هو جاي وان هيبقى اسمه يحيى. شوف الرد الفعل السريع النفسي. الآيات دي كلها مشاعر. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يعني هو بيتساءل ازاي يا رب هتحصل دي؟ ازاي؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يعني اللي ربنا اللي خلقك وانت ما كنتش حاجة، وانت اللي طلعت في رحم والدتك وخرجت منها، اللي خلقك ده هو اللي قادر على انه يخلق يحيى من زكريا وزوجته صلى الله عليه وسلم. هل سيدنا يحيى جادل بعديه؟ لا. قال ربي اجعل لي آية. خلاص هو مصدق ان ربنا هينفذها. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، مش هتتواصل مع حد. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. يعني ال3 أيام ابتدوا من اللحظة اللي خرج فيها من المحراب. شوف التكريم،
يعني هو خلاص خرج، ال3 ايام بدأوا، بعد 3 ايام هيثبت الايه؟ الخبر. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه فأوحى إليهم. يعني ايه أوحى إليهم؟ يعني ورى لهم بالإشارة أو بالمعنى من غير ما يتكلم، أن سبحوا بكرة وعشية. جميلة لما تتخيلها. شوف الآية اللي بعدها على طول، انتقال مباشر إلى ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب سيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يعني خلاص سيدنا يحيى بقى واقع وربنا بيكلمه وآتيناه. شو جمال التعبير القرآني اللي بياخدك من موقف لموقف، بيسافر بيك كده موقف لموقف ويوريك الخلاصة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، يعني من وهو صغير مع الحكم، بس مش مع الحكم بس، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يعني برغم ان هو مع الحكم من هو صغير الا انه بيحترم ابوه وامه وبر بيهم وما كانش جبار على الارض. وبعدين بص التكريم بقى اللي هي نهايه القصه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. جميل قوي انك تعرف ان ظهور سيدنا يحيى في الحياه كان بامر من الله سبحانه وتعالى، بعد ما سيدنا زكريا راى ستنا مريم وعندها رزق في البيت. شوف بركه السيده مريم، شوف بركه السيده مريم عليها افضل الصلاه والسلام، وعلى سيدنا عيسى افضل الصلاه والسلام، وعلى سيدنا زكريا افضل الصلاه والسلام، وعلى سيدنا يحيى افضل الصلاه والسلام، وعلى سيدنا موسى افضل الصلاه والسلام، وعلى سيدنا محمد، سيدنا ابراهيم، وسيدنا نوح، وسيدنا ادم ابو الخلق، وسائر الانبياء والمرسلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. السلام عليكم ورحمه الله.